ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا في ملعب المباراة في استاد خليفة الدولي ضمن مباريات كأس العرب 2025 للنسخة رقم 11 لهذه المسابقة. مباريات المجموعة الرابعة اللي بتضم العراق والجزائر والسودان والبحرين هنا في استاد خليفة ضمن لقاءات الجولة الثانية. منتخب الجزائر في مواجهة أمام منتخب البحرين. منتخب البحرين الذي خسر أمام العراق في أولى لقاءاته 1-2 وهو بطل كأس الخليج الأخيرة في مطلع هذا العام 2025 في مواجهة منتخب الجزائر حامل لقب هذه البطولة واللي كان تعادل في أول لقاء أمام السودان. في غياب القائد على دكة البدلاء يستمر ياسين إبراهيمي في هذه المباراة على دكة البدلاء، وإن كان النهاردة تعديلات موجودة على مستوى المنتخبين سواء من مجيد بوغي كأس العالم. كل التوفيق الأخضر الجزائري والنشامة منتخب الأردن اللي فاز منذ قليل على الكويت 3-1 أمام الأرجنتين في كأس العالم، وأول كرة المباراة عن طريق عادل بولبينة. أرجنتين أردن نمسا، والحديث دلوقتي عن هذه جماهير الخضر اللي ملأوا الملعب النهارده، وفي جماهير أيضا من البحرين. خروج رائع من عمر سالم حارس المرمى، الضغط الجزائري المتوقع، الفعالية الهجومية اللي كانت غايبة. يا ولد عدى يوسف عطال بينا في بطولات كأس آسيا منذ 2004. النسخة القادمة ستكون 2027 هي النسخة الثامنة على التوالي للمنتخب اللي كان رابع بطولة 2004 في كأس آسيا في الصين. البحرين مهدي الحميدان على القائم الأول. فريد شعالو الأحمر عبد الله الخلاصي خلصها عبد الله الخلاصي. كرة فاول من مهدي الحميدان يحاول يبعدها من على خط المرمى اللاعب بعوش، ولكن ترتطم في عبد الله الخلاصي اللي كان صنع الهدف الوحيد في مباراة العراق اللي أمامنا هو. وهدف للأحمر البحريني يرفع من حرارة وحلاوة. بص كرة ثابتة الدفاع، ودي أمامنا يلمسها بالكعب في المرة الأولى اللاعب اللي كان موجود أمامنا هو مهدي، ولمسة من اللاعب بن عدي، ثم أمامنا هو الإبعاد الخاطئ وترتطم في قدم المدافع اللي كان متقدم. بص كرة حائرة عدت من فريد شعال، أراد هواري. النسخة الأخيرة 2025 أمام الأحمر العماني كان 2-1. البحرين بتحاول أمامنا هنا فريد شعال عن قائمة المنتخب الجزائري في هذه البطولة. مرة ثانية هنا انطلاقة وحاولة العرضية، خطرة جدا اللي فاتت من علي مدن. بص علي اللاعب كوميل الأسود عرضية خطرة. كوميل الأسود في زاوية صعبة. كوميل ولكن يا سلام على التغطية الدفاعية المرة دي، ويبعدها على طول ويطلعها، لكن راية وتسلل إيزاك تريفن نجم رياض محرز. وأيضا غياب عمورة لاعب فولفسبورج. واحدة جزائرية حلوة الكرة، لكن إلى بلايلي طبعا والجويري اللاعب الوام وبالرحمة. وأخيرا زي ما قلنا انضم كمان زي ما سمعنا عبد الرحيم دغموم لاعب المتألق في الدوري المصري مع النادي المصري البورسعيدي. كرة حلوة من عادل بولبينة ساجر لكحل يلعب كرة حلوة قوي. لكحل يكمل أمامنا هنا السريع يوسف عطال. هي يوسف عطال يصنع ويسجل رضوان بركان، وينفجر بركان الفرح هنا في ملعب المباراة لمنتخب الجزائر. شفت الكرة الحلوة، شفت اللمسة، كرة حلوة قوي. فيكتور لكحل يلعب كرة ينطلق صاروخ الجزائر أمامنا هنا. يوسف عطال يصنع ويسجل أمامنا رضوان بركان لاعب فريق نادي الوكرة القطري ولاعب جياسكا السابق يتقدم للجزائر. إذا بركان الفرح في ملعب المباراة. بص كرة حلوة قوي من فيكتور لكحل ضرب بيها دفاع منتخب الأحمر البحريني. يا ولد يا عطال داس على الكرة وانطلق في لقطة من اللقطات الجميلة هنا للمنتخب الجزائري. لكحل خلاص المنتخب الجزائري خد الجرعة اللي محتاجها، لأن كما قال
مباراة حلوة، مباراة حلوة. استلام على طول مرهون، هو مرهون لما يلعب مرهون، لكن التحرك المرة دي التعادل مهدي عبد الجبار، مهدي عبد الجبار. ايه المباراة دي؟ ايه ده؟ المنتخب البحريني الجبار، المنتخب البحريني الجبار. التعادل في الدقيقة 27، لكن اتعمل الاوفرلاب حلو قوي. علي مدن امامنا، علي مدن يلعب الكرة العرضية، ومهدي عبد الجبار باحساس عالي قوي وسط غمرة الفرحة الجزائرية يسجل امامنا هنا مهدي عبد الجبار. اللي امامنا هو مهدي عبد الجبار. هي حبة الاحمر البحريني، لكن جملة حلوة وهجمة حلوة بلمسة حلوة قوي كانت من رضوان بركان. نفس الكلام نقوله على هدف المنتخب البحريني الاحمر البحريني. يا عم الحلاوة دي، ايه الحلاوة والجمال ده؟ عملها ايه؟ عملها بكعبه والدبل كيك، وادي عرضية التاني عادل بولبينا يسجل الهدف التاني للخضر. اي روعة، اي متعة. قال لك احنا قاعدين، احنا مش ماشيين، احنا حاملين اللقب. بص شوف عادل بولبينا لاعب فريق نادي الدحيل القطري يسجل بولبينا. وهذه هي لقطات تعبر عن الروح الموجودة. اما تشوف ياسين خلوق قوي، ياسين ابراهيمي لاعب خلوق ولاعب مميز، لكن خلينا ندي عادل بولبينا حقه اللي بيسجل هدفه. ادي امامنا ابن جمعية بولبينا، ومعاه امامنا هنا احمد بوغمار. تعود مرة ثانية بولبينا ياسين بنزية صلح كورة يركنها يا ولد، لو راحت لكن ما راحت. سفيان بن دبكة عايز يلف الكرة وعايز يوديها بهذه الطريقة، لكن النهاردة المنتخب الجزائري بطعم وشكل ولون مغاير تماما. كوميل الأسود لاعب الوسط، ضياء إلى كوميل مرة تانية، تحرك الاستلام. بص لما تيجي له هو ده الخطر يا ولد محمد مرهون. أداء الأحمر البحريني مرهون بأداء محمد مرهون، لمسة حلوة ومهارة. محمد مرهون لعيب المنتخب البحريني في تلك المباراة. هجمة عراقية كانت في المباراة الماضية وتفوق عراقي. النهاردة المنتخب الجزائري هو المتفوق على منتخب البحرين. تفوق العراق على البحرين 2-1. وحكم اللقاء، هل هناك ركلة جزاء؟ امامنا هو القرار ايه؟ حكم اللقاء ودخل بديل في المباراة الماضية. وهنا ياسين بنزية صاحب الخبرات، ياسين بنزية في مواجهة، ياسين بنزية 1 2 3 فيفا الألجيري. امامنا الهدف الثالث من ركلة الجزاء. ياسين بنزية لمنتخب الجزائر في الدقيقة 6 من الوقت البدل الضائع. ومحمد مرهون، وفي المقدمة مهدي الحميدان ومهدي عبد الجبار. منتخب الجزائر اللي يريد أن يزيد من غلة الأهداف ويريد أن يسجل. بولبينا جول للجزائر. عادل بولبينا في لقطة من اللقطات الحلوة، ولكن رضوان كمل في اللقطة اللي فاتت ويسجل رضوان بركان ثاني أهداف هذه الليلة. 5 نجوم حتى الآن، يعني نتكلم بقى على مستوى الفرادق، ده 5 نجوم. ممكن واحد يقول لي 7 بقى 5. أنا بقول 5 ولكن هو بالفعل 5 وخميسة أمامنا هنا. ادي الكرة بالنيران صديقة ياسين بنزية أشرف عبادة وحكم اللقاء. هنشوف القرار. أشرف عبادة واقع. سلامات مهدي عبد الجبار وحكم اللقاء. الهدف الخامس. هنشوف الفار والقرار. حكم اللقاء كمبل امامنا. اي متعة في المباراة. الجزائر ركلة ركنية. بص ركلة ركنية. شوف الإعادة امامنا. هذه رأسية من مين؟ من سفيان بن دبكة. لكن هل فيها فاول لمهدي عبد الجبار؟ ادي كرة سفيان بن دبكة. بص امامنا هي الرأسية، حولها حلوة قوي سفيان بن دبكة، لعبها حلوة قوي. لعب تاريتش، عمل تبديلين. بص مرهون هو النجم. محمد مرهون لاعب تحب الكرة تيجي عنده. رجع مرة ثانية كرة، ادي على طول تغيير اللعب، لكن تغطية دفاعية الخلاصي بركلة ركنية. محمد
في الجانب اليمين معمول عرضيه خطيره الكره، لكن يا ولد امامنا. اوه لعيب وخلوق، ويعني كل حاجه عنده، كل صفات عنده. بولبي حليميه عدى، حليميه لعب اساسي المباراه الماضيه، حليميه قوه انطلاق، لكن هناك كاس العالم الجزائر في طبعا هذه النسخه تحاول تقديم صوره. الجزائر واسماعيل بن ناصر وزرلوق المنتخب الاول الجزائري. بولبينا الرائع، ايه الجمال ده، ايه يا عم عادل بولبينا، ايه الحلاوه دي يا عم عادل، ايه الحلاوه دي يا عم عادل، ايه يا عم الجمال ده، شمالك زي يمينك كله عندك اهداف. المدفعج الجزائري امامنا اهو. يبدو الجزائر على موعد مع اصحاب القدم اليسرى. اذا كنا بنتكلم على رابح ماجر وعلى رياض محرز، الشمال في الجزائر، الشمال الذهبيه، القدم اليسرى الذهبيه عادل بولبينا. يا ولد لكن بص مين الكبير اداهاله، الكبير. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Passo bem solto.